يا فواز ابي اسولف لك سالفه عبد الله بن رشيد مع الشاوي هيتاوي. انت اسمع سالفه عبد الله بن رشيد مع الشاوي. نسمعها يعني خبرك ناس متردد البيت يقول ما ينفع الطيب بالشاوي. تسمع به؟ هذا له قصه يا اخوي. هذا يوم اختلف عبد الله بن رشيد مع بني عمه العلي وهو يشد للعراق. والله يوم اتجه للعراق ويمر بقريه ينقال لها هيت. هيت هذه قريبه من الشط. اي بالله. والله تعرف لها على واحد هناك راعي بلم، هذا قارب صغير يعبرها الناس للشط، وتعرف عليه وقام يعبر عبد الله خبرك للشط. اي بالله. وكل ما يعبر عبد الله يدهن سير هيتاوي خبرك هاشويوي. اي ويكرمه وما يقصر معه. مره من المرات جاء عبد الله بن رشيد قال يا هيتاوي، قال ها، قال يا اخوي والله اليوم ترى ما معي لون وبيك تعبرني. قال عاد الشاوي يابا اني ما عبرنك ببلاش. قال عبد الله يا شين ما انت خابره، فعلي معك اعطيك وازيدك واكرمك. قال الشاوي هاي مرات راحا ما عاد يعودن. قال عبد الله عاد ارى الله ابوك يا الشاوي. والله يقوم يرفع خبرك الدبوس مثل عجله وراسه براسها لها حديده ويهبد لك الشاوي. يوم هبد الشاوي يقوم ينقز الشاوي فوق تحت. قال عاد عبد الله وهالحين تعبرني؟ قال ايه هسه عبرنك. هو يوصل عبد الله طال عمرك عقب مهبده. قعد قصد عبد الله بويتات اللي احنا حافظين منها يقول لا صار ما ترفع الدبوس ما ينفع الطيب بالشاوي، الدبس ما ينعصر من سوس يا حيف طيبي بهيتاوي. وراحت مثل. بسلامتكم.